بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقاء؟ عاملين ايه؟ حلقة النهارده نتخطى حساب جوجل لجهاز هواوي واي 7 2019. دي الحماية الأخيرة اللي هي متعقدة خالص يا جماعة. الطريقة دي مش هتلاقوها في أي حتة غير على القناة بتاعتنا احنا بس، قناة أحمد مراد. زي ما انتم شايفين اهو طريقة ضبط المصنع واستعادته، تعرض جهازك للمخاطر، هوايتك من خلال ادخال حساب جوجل. عشان ما اطولش عليكم نخش في الشرح، بس قبل ما نخش في الشرح نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشكر الله. هنستخدم في التخطي ده برنامج الكراك اهو. زي ما انتم شايفين اهو، هفتحه على مسؤوليتي وهستخدم الملف ده. الاثنين انا هسيبهم لكم في الوصف تحملوه. هنبتدي الاول نشغل الكراك عشان نجهز نفسنا، نعمله تشغيل كمسؤول. لو انت عندك برنامج انتي فيروس يا ريت تقفله. هنفتح الكراك بالطريقه دي، نديله سماح. نعم. الكراك فتح معانا زي ما انتم شايفين. هنختار وضع الكواليكوم اهوت زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ نروح للجهاز مع بعض. ركزوا معايا واحدة واحدة. الجهاز هوت عليه الحماية زي ما انتم شايفين اهوت. كل اللي هعمله طبعا هتبقى انت حضرتك فاكك ظهر الجهاز وهتعمل اللي انا هعمله ده بالظبط. هنخلع جاك البطارية خالص اهو، وهنبدأ. يا ريت تقرب معايا. النقطتين اهمت بتوع التست بوين لازم نعمل هنا، نوصل دي. بصوا يا جماعة، دي اول نقطة اهي من فوق في الثلاثة دول، والنقطة اللي هي لوحديها. هدوس الاتنين مع بعض بالطريقة دي اهو، وهجيب وصلة اليو اس بي ابدا اوصلها. ما جاتش معاك تخلع الوصله وتاكد ان انت موصل النقطتين ببعض. هسيب لكم صوره توضح الايه التوصيل. توصل تاني. جابت معايا العلامه دي خلاص، ابدا اوصل البطاريه عادي. انا كنت خلع البطاريه عشان توصل معايا. نوصل البطاريه تاني مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. وهبدا هنا فوق هدوس على دي اشوف الجهاز قرا ولا لا. دوس على دي وجاب معايا كده كده الجهاز قرا بفضل الله. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنخش على الخانه دي اهوت. هشيل العلامه دي خالص، لازم اشيلها، وهدوس على العلامه دي. هتفتح لي الحاجات. هروح مكان الملف اللي انا شايله اهوت، مش هيظهر لي حاجه. اروح مختار الخيار اللي تحت ده اهو، وادوس له على الكل. ظهر معايا الملف اللي انا هسيبه لك فين؟ في الوصف. هتدوس عليه كده. خلاص كده هنروح دايسين ستارت. ركز معايا في الشرح. هسيب كل دول زي ما هو كده وادوس ستارت. دوست ستارت، الجهاز هيبدأ يقرا معايا البيانات هنا. ركزوا معايا، بدأ يقرا اهوت اسم الجهاز ومعلومات الجهاز كلها اهو. مجرد ما جاب لي داتا دي وقرا معايا المعلومات دي وجاب لي دون اهي كده، خلاص. هعمل ايه تاني؟ شايفين العلامة دي؟ انا هشيلها من هنا واحطها هنا. لازم تعمل زي ما أنا بعمل كده بالظبط. وهجيب اختار دي واختار اخر خيار تحت اف ار بي اهو 3 تحت اهو اخر خيار، وابدا ادوس ستارت مره تانية. كده انا بتخطى ملف الاف ار بي. هتستنى ما تعملش اي حاجه خالص، تسيبه يعد وتلف الجهاز كده قدامك، لان هو المفروض الجهاز يفتح بعد ما يخلص لوحده. زي ما انتم شايفين الفورمات اهوت بيتم. اهم حاجه الطريقه دي مش هتلاقيها في اي مكان. يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لنا تعليق حلو عشان ده بيخلينا نستمر. ولو انت من الابطال طبعا اللايك والتعليق بتاعك الجميل. ولو انت اول مره تشوفنا تنزل حالا دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين احنا مع بعض مش هنمنتج الفيديو ولا اي حاجه. انا ما بحبش امنتج الفيديوهات عشان لو في حاجه وقفت معانا نقدر نحلها مع بعض. زي ما انتم شايفين زي ما واضح قدامكم اهو. محدش يفصل الجهاز الا لما تيجي كلمه ضم كده. هو بيفرمط الملف زي ما احنا شايفين مع بعض اهو شغال 100 فل و14. طبعا دي الحمايه الاخيره بتاعت 2023. دي اخر حمايه. جربت اداتها في ايدك، جربت جميع الادوات، ما نفعتش معايا اي طريقه غير الطريقه دي، فقلت اصورها واحطها لكم على القناه عشان كله يستفيد. محدش يجي ناحيه الجهاز الا لما يخلص خالص. كده جبت ان هو ركز معايا، الموبايل بدا يفتح لوحديه مجرد ما خلص.
زي ما انتم شايفين اهوت. هبدأ اشيل الوصلة من عليه خالص. مادام جاب لي كلمة دان دي، ركز معايا هنا، مادام جاب لي الكلمة دي وخلص كده خلص. الجهاز زي ما انتم شايفين بيقفل ويفتح لوحده. لو عزلك معاك وما فتحش البوردة عشان مفكوكة، هقول لك تعمل ايه حالا دلوقتي اهوت. تبدأ تفتحه تاني. بسم الله. بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. نوصل وصلة اليو اس بي. خلاص البرنامج كده خلص، مش عايزين منه حاجة. نتأكد مع بعض بس ان الحماية نفعت اهو. نبدأ نفتح الجهاز. بسم الله. نفتح الجهاز مع بعض. بسم الله. هو بس بيعلق في الفتحة عشان البوردة مفكوكة، لازم الواحد يضغط عليها جامد. نفتح الجهاز. بيفضل الجهاز يفتح ويقفل معاك لغاية ما يجيب الوضع اللي هو بتاع فورمات داتا ده اهو. بصوا معايا هنعمل ايه. هندوس على فورمات داتا وندوس نكتب له كلمة يس عادي كأنك بتفرمته، وندوس ريكفري فورمات داتا نكتب له كلمة يس اهو. ركزوا معايا في الشرح. وادوس له فورمات ريكفري. هدوس له موافق. هيقفل الجهاز ويبدأ يفتح معانا بصورة طبيعية. بقى المفروض ان احنا بنخش على وضع الريكفري كأنك بتفرمت الرمز بعد ما تعمل العملية دي عشان الجهاز يفتح معاك على طول. زي ما انتم شايفين الجهاز هيجيب ريكفري كده بالطريقة دي. بعد ما يعد معانا نبدأ نفتحه. جاب 100% اهوت بالطريقة دي. هبدأ ادوس له اول خيار عادي. الجهاز يفتح ويقفل ونشوف مع بعض الحماية اتخطت ولا ايه. ان شاء الله الحماية اتخطت. ما تنسوش بس تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. بدأ الجهاز يفتح اهو زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين بعد ما بنعمل وضع ركفل التليفون بيفتح بالطريقه دي اهو. هندوس اللغه العربيه عشان نتاكد مع بعض ان الحمايه اتخطت. ندوس اي حاجه. ندوس بدء الاستخدام اهوت. هنوافق على الشروط زي ما انتم شايفين اهو. تاني تخطي تخطي. زي ما انتم شايفين قدرنا نتخطى حمايه جوجل. الحمايه الاخيره بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. متنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم احمد مراد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نفسي اعرف انت